عندي عيد صغير وعندي عيد كبير وعندي الملكي. الزمالك هيلعب النهارده. بسم الله وبسم الله. انا شفتك امتى حب العمر وشفتك فين، فبنيجي سوا نحكي حكايتنا هنا بالبحر. طبعا انت تشوف الماتش تقول الماتش على ارضنا، والفريق ده اصلا هيلعب الماتشين بتوعه على ارض الزمالك، فبالتالي هتقول هنكسب. بما انك مشجع للزمالك من زمان، فانت اكيد عارف الزمالك بيعمل ايه في الماتشات الصغيرة اللي زي دي. ثانيا بقى الحاجة اللي لازم تعرفها ايه هي؟ الجولة دي في افريقيا حصل فيها سيناريوهات عجيبة، ومعروف اصلا ان الزمالك سيناريوهاته عجيبة خصوصا في افريقيا برضو. ده غير الفيديو اللي انت بتتفرج عليه دلوقتي اللي العنوان بتاعه فؤاد العجيب. فانا خايف يحصل سيناريو عجيب النهاردة من اللي احنا عارفينه. كبير في افريقيا اسمه الوداد لعب الجولة دي، وايه اللي حصل له؟ خسر. اخس عليكم. فريق كبير في افريقيا اسمه النجم الساحلي لعب الجولة دي، وايه اللي حصل له؟ خسر. اخس عليكم. فريق كبير اسمه بيراميدز لعب الجولة دي في افريقيا، ايه اللي حصل له؟ خسر. اخس عليكم. فريق كبير في افريقيا اسمه شباب بلوزداد لعب الجولة دي، ايه اللي حصل له؟ خسر. اخس عليكم. من اكبر فرق قارة افريقيا لعب الجولة دي الترجي التونسي، ايه اللي حصل له؟ خسر. اخس عليكم. سان داونز اللي بيكسب بالخمسات لعب الجولة دي، ايه اللي حصل له؟ خسر. اخس عليكم. كل فرق افريقيا الكبيرة الجولة دي عمالة تخسر او تتعادل. طبعا مش ناقص غير فريق واحد بس لسه ما قلناهوش، انت عارف مين؟ قول انت بقى. يانج افريكانز من فرق افريقيا اللي ليها تاريخ وباع طويل جدا لعب الجولة دي مع فريق عادي يعني وتعادل برضه. يانج افريكانز ده اللي كان مفاجأة بالنسبة لي انه وقع وتعادل. فالسيناريو العجيب اللي هيحصل في ماتش النهارده زي ما كل الماتشات فيها حاجات عجيبة، هو ان شاء الله ان الزمالك يكسب بقى بنتيجة كبيرة قوي 9-10-0 في دور المجموعات. حاجة ما حصلتش قبل كده، حاجة عجيبة برضه. قول يا رب ان شاء الله ان شاء الله. تاني حاجة بقى بخصوص قناة بين سبورت. النهارده المعلق اللي هيعلق على الماتش اسمه نوفل الباشي، من احسن المعلقين اللي انا بحب اسمعهم. بيعلق على معظم ماتشات فريق اسمه لوتون تاون في الدوري الانجليزي. انا بحب الفريق ده يعني وعايزه ما يهبطش. فالمهم المعلق ده انا بحبه وهو اللي هيعلق على ماتش الزمالك النهارده، ولكن انا احب اسمعه في الماتشات الاوروبيه. انما بالنسبه للزمالك فانا عايز معلق زملكاوي، يا تجيب لي محمد فوزي يا تجيب لي احمد الطيب. انا عايز اسمع واحد من دول، مش عايز اسمع انا اي حد تاني. الماتش اللي فات الشوالي، انا بالنسبه لي احمد الطيب في ماتشات الزمالك احسن من الشوالي للزمالك. واحد يقول الشوالي احسن في الاوروبي ماشي، انما بالنسبه للزمالك انا احب اسمع احمد الطيب. انا دماغي كده، مش كده ولا ايه يا بين سبورت؟ وادي اهو الماتشات بدات بدري. دي مجموعه الزمالك، الماتش شغال على بين سبورت 8، ان شاء الله يتعادلوا. اسمعكم برضو صوت المعلق اللي هيعلق النهارده عشان يبقى عندكم فكره عن الماتش قبل ما تتفرجوا. وجه الماتيب هذا صالح جول. محمد صلاح يستلم برسالة قوية أرضية في